أهلا أهلا، الله يحييهم، صباح الخير أو مساء الخير حسب توقيتكم. فجأة جانا مطر من صباح ربي، اللهم لك الحمد. أمطار خير وبركة يا رب. فجأة وأنا جالسة أسمع صوت المطر، إلا فجأة صار صوته قوي مرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا رمضان ومطر، ويا رب لك الحمد، نعيم، اللهم لك الحمد. طبعا أنا اليوم قررت إني أصور لكم روتين خفيف لطيف، يعني في رمضان. صحيح هو راح يتغير مع الأيام، طبيعي جدا، أتوقع أغلب الناس زيي، إنه في بداية رمضان شيء وبعدين شيء بعدين آخر شيء ثاني مرة. يعني نحاول قد ما نقدر الواحد يعني يشد حيله أكثر وأكثر، ولكن الروتين يتغير. طب بس هذه روتيني في البدايات، قررت إني أصور لكم ويكون ذكريات. نعم، طبعا مثل ما شفتوا، أول شيء طبعا الواحد أحب أبدأ اليوم بالقرآن. ليش؟ لأن اليوم بيصير في عندك طاقة وش اسمه، يعني تنجزين أكثر. اللي ما جرب خليه يجرب وشوفوا الفرق بنفسكم. وحاولوا قد ما تقدرون انكم تصلون الضحى أقل شيء ركعتين. الأعمال الصالحة مضاعفة في رمضان بإذن الله. وحاولوا أنكم تسوون كل شيء كويس، سواء في أول يوم أو في آخر اليوم، ولكن في القرآن حاولوا أنكم تبدون فيه من الصباح، لأن مثل ما قلت لكم يعني تقرون ورد أكثر بإذن الله. بدل ما تدرون يمكن بيجيكم ضيوف، ممكن تنشغلون باقي اليوم. وبعدين قررت أني كان عندي تسليم بحث في الجامعة، وآخر وقت للتسليم هو رمضان، فقررت أني أستغل وقتي وأحط لي يوميا تقريبا ساعة، أو يعني ساعة وشوي، أو على حسب يعني. المهم أني أحاول أنجز وأخلص، يعني في يوميا أحط لي وقت معين، ما أضيع وقتي كله وأنا قاعدة بالبحث، عرفتوا؟ وبنفس الوقت ما أقول خلاص يعني بخلي آخر شيء، لا. هذه كيوت وشغلت في واحدة قاعدة بالنص، أعتقد لابسة بني، أعتقد سارة هذه صح؟ سارة أخت نور التلميذ. والآن مع فقرة الطبخ. طبعا ذاك اليوم أنا طبخت وللأسف انحرق، فقلت اليوم بعيده. أكيد أول شيء أكيد الطحين، بعدين أنا أحط صراحة حليب بودر ملعقتين، سكر حسب الرغبة، وهذا خميرة، هذا ملح، وهذا زيت. أي نوع زيت عندكم يصلح أنكم تسوونه. والحين نبدأ نطبخ. أنا طبعا ما لي خلق، ما حطيت لا في صحون ولا شيء، بس عشان ما أبي شو اسمه يعني أطول، لأني مشغولة مرة الحين، فودي أختصر عليه الوقت. هي المفروض ملعقتين كبار، بس لأنها ملعقة صغيرة فحطيت يعني تقريبا 4 ملاعق، لأن هي تعتبر ملعقتين كبار. ونحط الحليب والسكر، ملح، رشة ملح. وش هذه رشة؟ رشة شوي زيادة زايد. شلون؟ رشة اسمه شوي زدت. لا بالعكس، أحس إني حطيت قليل، لأن حطيت تقريبا 4 ملاعق، 4 أكواب طحين تقريبا، لأني بختصر ما راح أسوي شو اسمه. والسكر والزيت. لا يعني ما راح أسوي شو اسمه، وبس بعدين أبعجن وبضيف له ماء. بحاول أضيف ماء حار عشان ما ياخذ عندي وقت كالعادة يعني، مع أني الآن عندي وقت الحمد لله، بس ودي يعني يتخمر أكثر وأكثر. بس بعد ما أعجنه بوريكم إن شاء الله. والحمد لله خلصت عجن. طلع كمية الماء جدا ما شاء الله مناسبة، وبالضبط بالملي. شوفوا شلون ما شاء الله، يعني تشوفون شلون قطنية ما شاء الله، الحس يعني ما شاء الله على قولة هناء تقول راحة نفسية. المهم خلاص خلصت. طبعا أنا أحب أسوي بيدي، أحب أغسل يدي زين وأسوي بيدي، ما أدري ليش يعني، ما صح عادي أحيانا صح أسوي بجلافز،
أحيانا كذا، بس أنا أحب يعني أفضل يدي صراحة، أحب أغسله زين وأحب أستخدم فيه يعني أشتغل عليه. المهم خلاص الحمد لله خلصت، بغطيه وهذا تقريبا كمية 4 أكواب على فكرة، لأني أنا مثل ما قلت لكم أبي أقسم نصين وبسوي فيه صحنين، صحن خلية وصحن بيتزا، يمكن في الغالب يعني هذا اللي بيصير. وبس خلاص كذا خلصت بغطيه، وبعدين بنتظره لين شو اسمه لا إله إلا الله، لين يتخمر. أصلا إحنا تونا الحين الظهر، فبنتظر لين العصر الساعة 4 كذا بعدين بشتغل عليه، فإن شاء الله بيكون إنه تخمر إن شاء الله بإذن الله. إذا ما نسيت صورت لكم، أو بعدين بوريكم النتيجة بعد ما يعني نخلص، لأن اليوم جدا صراحة مشغولة، يعني ما أضمن إن راح أصور لكم كل الخطوات صراحة. هذا كان من تصوير خواتي جزاهم الله خير. قرروا إنهم يسوون لكم كريم كراميل. الطريقة دائما تعلمني أختي بس أنا أنسى، بس أحاول أعرف معكم المكونات من الفيديو. حطيت حليب وفوقه كريم كراميل، بودرة الكريم كراميل، وبعدين وش تبي تحط؟ طبعا هذه يد صغيرة تبي تساعد شكله. والخطوة اللي بعده شوف السكة، هذا وشي ظرف ثاني، ظرف ثاني من كريم الكراميل. طبعا انتم ركزوا، هي حطت كوب للظرفين، كوب حليب للظرفين، عرفتوا؟ بعدين شو اسمه تحركهم. بعدين حطت كوب ماء تقريبا، حطت تقريبا نص كوب زيادة أو كوب، ما أدري والله، أنتم حطوا على حسب يعني شو اسمه المقدار اللي أنتم تسوونه، عرفتوا؟ فلا تقيدون مرة، أهم شي نفس المكونات. بعدين تحركهم زين، بعدين تحطهم على النار. بعدين لما خلاص تصير جاهزة تجيب صينية وتحط عليها أكواب تقديم أو صحون تقديم، وبعدين شو اسمه تحط فوقه العسل اللي يجي داخل الظرف، أو ممكن أنتم تسوون العسل المكرمل اللي بحالكم بالبيت وبس. بعدين حطت فوقه الكريم كراميل مثل ما تشوفون في صحن. صراحة مرة شكرا لهم، لأن أنا ما كنت أدري إنهم كانوا مصورين إلا بعدين يوم جيت يعني أجمع الفيديو شفته موجود. بعد ما حطوا وخلصوا، طبعا هذه تعتبر صينية تقديم، تحط فوقه اللي سويناهم كريم كراميل. لو تشوفون فوق لونه أبيض الغطاء، هذا لأنه حار ومن البخار حق الكراميل، لأنه توه حار، بس إحنا بنوريكم شلون طريقة التقديم. طبعا أهم شيء أنتم تحطونه أول شيء بالثلاجة، أول شيء يبرد، تخلونه برا يبرد، لما يبرد شوي بدأت تحطونه بالثلاجة لما تتماسك، بعدين تحطونه على صينية تقديم أو على صحون تقديم اللي تبونه. وبس هذا العجينة اللي سويتها معكم، سويت فيها خليط نحل، سوينا فيها بيتزا مثل ما تشوفون، جدا هشة وطرية وتهبل. إن شاء الله عجبكم روتيننا، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. نشوفكم بالفيديو الجاي بإذن الله، في أمان الله.